لازم ابدا الحلقه حالا. ايه ده لما تعش من شافك وحل بلحك وشافك رمضان كريم يا فول. يلا بينا. اتفضلي. ايه الجو ده؟ انا بخاف. اللي يخاف من العفريت يطلع له. أفيش مع دلال الشاطر. يا برنسس يا نجمتنا الجميلة، حد يعمل كده؟ تدي مجوهراتك لحد ما تعرفيهوش؟ شخص فقير طموح طلب مساعدتي وانا وافقت. يا طيبة قلبك يا سمو الأميرة هدى، ببساطة كده. خدهم على سبيل الأمانة وهيردهم لي في ميعاد اتفقنا عليه. عموما مش هناخد من وقتك كتير. أنا أسفة، ما كنتش أحب أستقبلكم في مشكلة ومسألة تافهة زي دي، حقيقي باردون. ولا يهمك. انتي مين؟ انتي مش عارفاني؟ أنا اللي كلمتك عشان البرنامج. طبعا عارفاكي. أهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي استريحي. لا شكرا، مفيش وقت. اقعدي بس واستريحي. مش هينفع، لازم نبدأ البرنامج. ممكن تهدي؟ أنا مش فاهمة حاجة، فهميني إيه الحكاية؟ الحكاية حكاية نجمة، ليها أكتر من اسم وأكتر من شخصية وأكتر من حالة. بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي. نبدأ. معلمة اهو. ابويا. عطا. انت رايحة فين وسايبانا؟ دادا كوباية ليمون بسرعة من فضلك. أنا عايزة أبدأ علشان أخلص. طيب أقولك هروح لشمس وارجعلك. ادخل. نبدأ البرنامج ولا نسيتيني؟ صح، أنا ناسية خالص. طب يلا. في إيه؟ ما أنا شرحت الموضوع للأميرة هدى. حاضر. في حاجة؟ انت قلقانة؟ أنا مش عايزة أتأخر على حد فيهم أبدا. انت فيكي حاجة مش مظبوطة، في إيه؟ أنا لازم أعرف إيه اللي حصل في المحل وإيه اللي اتسرق. معقول اللي بيحصل لي ده؟ لا كده بقى يبقى لازم أسيبك في اللي انت فيه. طب أروح لليلى. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ ردي عليا، اللي بيحصل إيه ده؟ مالك يا ليلى بس قوليلي، أختك عملت فيكي إيه؟ اطلع بره بره، اطلع بره بره. مش قادرة أصدق. حرام عليكي. تلوسي من ورانا. أنا آسفة يا ليلى، أنت فعلا مش فاضية وعندك مشاكلك مع أختك. طب ليه؟ وإزاي؟ طب أروح لمين دلوقتي؟ أروح للتوأم. يا عزيزة أنت عارفة الموضوع؟ أعرف إيه؟ إحنا اتفقنا مع نجمتنا إنه الحلقة دي النهاردة لازم تتم. إحنا ما اتفقناش إن حاجة تحصل النهاردة. بس إحنا اتفقنا معاكي. أنا الوحيدة فيكم اللي فاهمة عزيزة كويس قوي. يعني إيه؟ إحنا مش فاهمين حاجة. عشان كده بقى أنا امبارح قلت بالعند فيها عشان تبطل معايا اللعبة دي. لا أنا فعلا كده تعبت. كله مشاكل. الناس اللي بتسمعنا تعمل ايه؟ على عيني وعلى راسي يا ستي، بس زي ما بقولك الناس كلها لازم تستفيد. انا ماليش كلام معاك يا تهاني، انا كلامي كله يبقى مع عزيزة. شهلوا يا جماعة شوية وانتي عايدة رصي الحاجة معايا. انا خلاص مش عارفة اعمل الحلقة دي، واقول لتهاني تقولي انا معرفش. ازاي ما تعرفش؟ يا تهاني قولي لعزيزة كنت فين؟ كنت في السيما. ما احنا عارفين كلنا انك بتحبي السيما. ايه ده؟ مين قالك بقى؟ محمود حميدة. ما خلاص ما عدتش رايحة هناك خالص، بس يا رب اليوم ده يعدي على خير بقى. طيب اروح انا اشوف بقى حتة تانية. ست الملاح صباح. ايه الحلقة دي؟ بعد كل ده يطلع لي الاشكيف. ايه اللي رماك علينا وفكري فينا؟ البنت المسكينة. انا مش حابسها، انا حارسها. ايوه قوليله انقذيني يا ميمونة. قصدك ايه؟ انت دلوقتي عايزه ايه؟ عايزة افك سجن ست الملاح. ست الملاح قوليلي بس ايه يرضيكي؟ ناولني اللي يرضيني بشرط. انا موافقة على اي شرط. تغنيله يا ست الملاح. الليالي الألف ليلة بعدها ليلة، كل كلمة وحرف ألف سهرة جميلة. أشكيف سيبيه في حاله. أشكيف يلا بينا مفيش وقت. هو مات ولا سكران؟ تعالي معايا بسرعة يا ست الملاح، أنا هوديك الفطوطة. ايه ده؟ ده الديك يا مولاي. جايبه ديك ليه؟ جايبة الديك عشان أصحيك. سيبك من الديك دلوقتي، الحلقة هتخلص. بلغني أيها الملك العنيد ايوه أبو مخ زي الحديد ليه لا؟ إن الإنسان بالعلم استطاع أن ينقل الصوت والصورة إلى كل البقاع،
واتفرج شوف أيها الحبيب. خلاص يا نجمتنا، الحلقة خلصت. وهنا أدرك الانقطاع الإرسال فسكت عن البث في الحال. ونكمل بكرة يا ابن الحلال لو كان لنا عمر يا مولاي. ماشية معاك بقلاوة. أوكي. كده أكيد عرفتوها، بونبوناية السينما وبرنسيس الدراما، النجمة اللي أبدعت في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية. حد ينسى خرج ولم يعد، ولا إنذار بالطاعة، ولا الرجل الثالث، ولا بحب السيما، ولا إعدام ميت، ولا يا دنيا يا غرامي، والهجامة، ومهلا بيا، والمصير، ولا حد ينسى بنت من شبرا، ولا فرح ليلى، ونور الصباح، والعائلة، والتوأم، وحديث الصباح والمساء، وغيرها وغيرها من الأعمال اللي لا يمكن ننساها للنجمة الكبيرة ليلى علوي. احنا اللي هم لا مؤاخذة عايشين بالديلة. يا ما خدنا مقالب تشكيلة. النقرة اللي نقرة لتحضير. أفيش مصطفى الهادي، محمد حسين.